انتي بالغربة وجاي على بالك فلافل وما في بجنبك محل فلافل، تعال اقولك شلون تعمليها بالبيت وبالطريقة الأصلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد لي أوقاتكم كل خير وحب وبركة. الفلافل حطينا هون الكزبر والكمون والملح والكربونات. نحط عليها مي إلا تصير متماسكة، يعني ما تصير لا هي طرية ولا هي قاسية، يعني هاي الكمية مثلا أنا أحط عليها كاسة مي. بعد وأنا بخليها نص ساعة ترتاح مثلا بالبراد، وأحط الزيت يحمى، يكون الزيت حامي ودرجة الحرارة متوسطة، مشان إنه مثلا الفلافل ما إنه تتشوح من فوق ومن تحت تكون مو مستوية. النار تكون متوسطة، لا عالية ولا واطية. ولما بدي أجي أحط الفلافل، انت مثلا اذا بدك الفلافل، انا مثلا اجيب السمسم واحط معها سمسم بالعقد، يعني مع الفلافل بطنها احط سمسم، ولما بدي مثلا احط قرص الفلافل لا اجي احط عليه سمسم. هلا شوفين شلون طريقة السمسم انه محطوط عليها حتى يعطي نكهة طيبة. بس صارت في شقرة الفلافل بهاي الطريقة، يعني خلاص اطلعها من المقلاية اخلي كل الكمية. طريقة الفلافل مثلا انتي تنقعين حمص 24 ساعة، وتجين تطحنينه بالخلاط او بماكينة الكبة، او تحطين معاه ثوم، بس هاي المكونات الاساسية فقط، ما تحطين غير هالشي. ديب بسم الله. فلافل وهي حارة على عصرة ليمون، بسم يا عين. حمصات طعم الزغير ما شاء الله. تألف لكم على اللفة. نجيب خبزة، نجيب دبس الفليفلة نفركها مظبوط، حمص فوقها، وبعدين ناخذ الفلافلات حارة تشوي شوي ما شاء الله. بعدين حباشاتها، أهم شي الحباشات، سلطة قولاتهم الخيار والبندورة طحينية. احنا نحط لها بطاطا طبيعي، ما تحط لها بطاطا، ملح وخاثر وبقدونس. انا ما احب البقدونس بالنسبة لي، بس حطينا لكم تعال نشوف. بعدين عصرة ليمونة وبسم الله. يا ما شاء الله شينا. هاي طبعا المكونات كاملة ذكرنا لكم اياها احنا بمقطع واحنا نلف. إن شاء الله بإذن الله المرة الأخرى أنزل لكم طريقة الفلافل من الطحين للقالي لللف، إن شاء الله بإذن الله، وأنزل لكم طرق جديدة بإذن الله لتقديم فلافل بطريقة حلوة بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وطجونا اللايك من بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله الذي لا تضيع